تعالوا بقى اما نشوف عملنا مع بعض النهارده صينيه السمك الجميله دي ازاي. عايزه تعملي سمك مقلي بس مش شارب زيت ويكون طعمه جميل وطري ومتحمر وحلو قوي. شوفي يا حبيبتي الفيديو ديت معايا للاخر. سمك اهوت مقلي ومتحمر وجميل اهو ما شاء الله. ومستوي خالص ولحمته جميله ومن غير نقطه زيت. اول حاجه معانا 3 4 فصوص توم كده وقرنين شطه احمر واخضر بتقطعيهم كده على طول في الهون عشان نعمل احسن تتبيله للسمك الجميل دي. تنزل عليهم كده بملح وكمون، معلقه صغيره كده ملح وكمون، وبتدلقهم حلو كده. وبتنزل عليهم بمعلقتين خل، وبتعصر عليهم كده عصرة ليمونة، نص ليمونة كده حلوة، ومعلقة. والبهارات ديت ملح وكمون وكزبرة. وبتقلبهم مع بعض كده حلو. بتكوني بقى غاسلة السمك بتاعك كده ومنضفاه ومخليه قلبه ابيض كده زي الفل، وشايله كل الحاجات اللي فيه والدم اللي بيبقى جواه كده بين العظم دي بتشيليها. السمكه دي عندنا اسمها امرة. معرفش بقى على حسب كل نوع، كل بلد بتسميها ايه. بتشقها كده شقين من كل جنب، وبتفتحها كده من النص وبتتبلها كويس اوي بالتتبيله الجميله دي. وبتدخلي التتبيله دي جوه السمكه كده في الفتحات اللي احنا فتحناها زي ما انت شايفه كده يا حبيبتي اهي. التتبيله دي حلوه جدا، بتخلي طعم السمكه حلوه قوي. والفتحتين اللي احنا بنفتحهم دي بتطعم السمكه كده وبتشربها من التتبيله، وبتبقى حلوه جدا. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهوت على طول. نفس التتبيله بنعملها مع بقيه السمك كله. هو واضحه يعني ان شاء الله، وسهله وسريعه. يا رب تعجبكم ان شاء الله وتعملوها. كده خلصنا الكمية كلها اهي. بنجيب الصينية بقى وبنحط فيها معلقتين 2 بس زيت، وبنوزعهم كده في الصينية. اهم حاجة يكون صينية مش لازقة عشان السمك ديت ما يلزقش فيها، لان ما في يعتبر ما فيش زيت خالص. بتدهني كده السمك على طول بالفرشة كده، بتحطيها وتدهني وشها كده بالفرشة بزيت من الزيت اللي في الصينية. وبتدخليها الفرن بقى على نار كده من فوق ومن تحت. لما بتاخد لون من تحت وتشوفها كده ان هي خدت لون، بتطلعها تحت الشوايه تكمل اللون الجميل دي. وبعدين بتطلعها بتكون بقى مجهزه ليمون، ومجهزه فلفل كده مقطعاه شرايح، ومجهزه شبت وكزبره كده غسلاهم مقطعاهم. بتعصر الليمون كويس على كل سمكه. وبعد كده بترش ملح وكمون. وبعد كده بترش بقى الشبت والكزبره اللي انتوا مقطعينه دي. وبعد كده بقى ترص عليها الفلفل اللي انت مقطعاه حلقات زي ما انت شايفه كده، ويكون شكلها جميل كده ويكون يعني الحاجه اللي انت عاملاها كده تكون حلوه يا حبيبتي من ايدك كده، وتظبطها وتخلي شكلها حلو عشان العين طبعا بتاكل قبل البق. وان وصلتوا معايا لهنا يا حبايبي وعجبكم الفيديو، يا ريت تدوسوا لايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم واصدقائكم. واللي اول مره يشوف قناتي يشرفني طبعا بالاشتراك. زي ما انتوا شايفينها يا حبايبي. تغطوها بقى بعد ما تخلصوا، تغطوها كده وتسيبوها 10 دقايق او ربع ساعه عما تتشرب كده البهارات والملح اللي احنا رشناه عليها دي. والسمكه كده تكون فكت من الصينيه وتعرفوا تشيلها بسهوله. وتاكلوها بقى وتقدموها بألف هنا يا حبايبي. السمكه متحمره خالص اهيت وجميله ولحمتها طريه. وعملنا سمك مقلي من غير زيوت ومن غير اي حاجه والى حد ما صحي برضو وحلو. تاكلوا يا حبايبي بألف هنا. وشكرا قوي من متابعتكم للفيديو، وشكرا على وقتكم. اشوفكم على خير يا حبايبي.